بدأت كده؟ ايوه ابدا اتكلم يعني. بسم الله. في لحظة بتفرق في حياة كل واحد فينا بين إنه هيفضل في مكانه أو يبدأ يتحرك ناحية النجاح. السؤال هو هل أنت مستعد تاخد الخطوة دي ولا لأ؟ أنا عبد الرحمن رجب، لايف كوتش تنمية بشرية، وأنا أساعدك تاخدها. في شغل، في التزام، مفيش أعذار، في نجاح. أول حاجة نبتدي نتكلم عنها هي إيه؟ الفشل اللي بيواجه كل واحد فينا. ليه الإنسان بطبعه بيفشل؟ أو ليه الفشل أما بيحصل في حياتنا بنحط نقطة عنده وبننهي كل أحلامنا. الفكرة كلها إن أنت فاشل، أو إن أنت مثلا ده مش حلمك. لأ، أنت لو شايف ده حلمك ابدأ خد الخطوة فيه وابدأ حل مشاكلك. الفشل هو مجرد حل مشاكل، مش نقطة نهاية. أنت لو هتاخدها بنقطة نهاية فأنت بطبيعتك هتفضل زي ما أنت. هي خطوات بتحل بيها مشاكلك، بتبدأ ترتب أفكارك وتخطط كويس، تبدأ تاخد أول خطوة في طريقك للنجاح. عشان نحل مشاكلنا أنا دايما بتبع بطريقة معينة كده، إن هي أرتب أولوياتي. بمعنى أجيب ورقة وأكتب فيها خطواتي كاملة إن أنا أوصل للحلم ده، فبعديها أشوف كل خطوة أنجزتها إيه هي، وابتدي بعدها إن أنا أشوف الخطوة اللي أنا فشلت عندها وابتدي أنقلها في ورقة تانية، وابتدي أشوف أنا فشلت ليه. مفيش حاجة اسمها أنا فشلت كده وبالسلامة، لأ، أنت في أسباب فشلك، فأنت أعرف إيه سبب فشلك وبعد كده ابدأ حل مشكلتك. فأنا هنا أساعدك عشان تبقى شخص ناجح وعنده أحلام ويحقق كل اللي نفسه فيه. فهنا بدايتنا النهاردة إن أنا جاي أتكلم معاكم في النجاح. قبل ما أكون لايف كوتش تنمية بشرية، كاتب في كتب في مجال التنمية البشرية عموما. أول إصداراتي مع دار النور بكتاب فروم زيرو. الكتاب ده بيحكي قصص عن المأساة اللي بنمر بيها كلنا، وبيحكي عن الواقع المر، وإزاي إن الإنسان عموما بطبيعته كسلي، مش عايز يعمل أي حاجة، ومستغل الكسل ده إن هو ما ينجحش أو كعذر ليه علشان يفشل. اللي هو أنا فشلت عشان أنا مش عارف أوصل، أنا فشلت عشان أنا حالتي المادية مش ما تسمحليش، أنا فشلت عشان ما فيش حد جنبي. كل دي أعذار ما لهاش أي لازمة. الفكرة كلها إن أنت تاخد الخطوة بثقة. يعني أنا باتكلم في الكتاب بتاعي إن أول خطوة هي إيه؟ إن أنت تبتدي تتحرك. طالما ما خدتش الخطوة بتاعتك دلوقتي هتاخدها إمتى؟ أنت فاكر كام مرة أنا قُلت هابدأ بكرة، هابدأ بعده، هابدأ، طب هابدأ كمان ساعة. كام مرة قُلت الجملة دي؟ كتير جدًا. طب طب ليه ما تاخدهاش من دلوقتي بدل ما تاخدها من بكرة، بدل ما تاخدها كمان ساعة؟ طالما جات لك إن أنت جات لك الإرادة دلوقتي، فأنت ابدأ دلوقتي، ما فيش حاجة اسمها هابدأ بكرة. فكرة إن أنت تراكم مهامك ده أكبر دليل إن أنت عمرك ما هتوصل لأي حاجة. يوم ما تبدأ إن أنت خلاص تاخد الخطوة دي، فأنت لازم تكون حاطط أهدافك ومخطط كويس جدًا، وتشوف حل لمشاكلك. ما تقفش عند نقطة الصفر وتقول لأ أنا كده فشلت، فأنا بالطريقة دي مش هاكمّل أحلامي. فلأ، أنا كنت دايمًا باقول في الفصل الأول في كتابي، الفصل الأول حكاية سراب، باتكلم فيها إن كثير مننا يريد الجسم المثالي لجذب النساء، وأصلًا يفتقرون إلى الجهد والمجهود إن هم حتى ينزلوا الgym، وآخرون يريدون الثروة وينفقون بلا تفكير. هناك من يريد أن يمتلك عملًا خاصًا ويفتقر إلى الفكرة، حتى أن يكون مجال عمله، يريد أن يصبح رئيس عمل أو صاحب شركة أو أي نوع من المجالات، لكنه يفتقر إلى المجهود أو يفتقر إلى نوع المجال، ويفتقر لحاجات كتير أوي. إن هو مجرد جات له فكرة إن أنا عايز أكون صاحب شركة، ده مش حلمك يا باشا. لأ، أنت مجرد نِفْسك تبقى صاحب شركة، لكن بعد نِفْسك دي إيه؟ خططت مكان الشركة يبقى فين؟ هيكون أونلاين والّا على الأرض الواقع؟ طب مجالاتها، خطّطت لحاجات زي دي؟ طب خطّطت للخسارة؟ حطّيت ميزانية؟ الحاجات دي كتير أوي أنت أكيد ما عملتش حسابها. فالفكرة كلّها إن أنت لازم تعمل حساب لكل خطوة بتعرف تاخدها. أنا نِفْسي أكون صاحب شركة، المفروض أحدد مجالاتي،
حدد المجالات اللي أنا هاشتغل فيها كصاحب شركة، أو أنا نوع المجال اللي أنا هاشتغل فيه الأساسي. فالفكرة كلّها إن أنت طالما ما ركّزتش على هدفك كويس أو خطّطت له كويس، فأنت عمرك ما هتوصل لأي حاجة. الفشل مش نهاية، بل هو خطوة جديدة لتعلُّم حاجات جديدة، فأنت بتتعلّم اللي أنت فشلت وإيه أسباب فشلك. فيوم ما تفشل ما تفتكرش إن دي نقطة النهاية، بل هي نقطة الخبرة. كان معكم عبد الرحمن رجب.